السلام عليكم متتبعين مطبخ حسناء. فيديو اليوم هو عبارة عن طريقة تقليدية لتحضير التمور ولفها لحفلات الخطوبة وكذلك حفلات الاحتفال بالعقد أو ما يسمى بالدفوع. أتمنى أن تنال استحسانكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد ودامت أفراحكم ومسراتكم. السلام عليكم. سنحتاج هذا القالب الخاص بتزيين التمور، متوفر لدى بائعي لوازم الحلويات، ومول سيليكون على شكل خاتم مملوء بالشوكولا البيضاء، ماء زهر، الجوز أنصاف، نصف كيلو من الجوز و2 كيلو من التمر الممتاز، وسلوفان وكلينكس. أخذ الماء زهر، أضع الكلينكس فيه، ثم أخذ التمر وأمسحه جيدا من الغبار وليعطينا نكهة جميلة وأيضا لمعة. أمسح بلطف حتى أحصل على لمعة خفيفة ومنظر جميل، وأتخلص أيضا من الغبار. أخذ سكين ثم أزيل النواة بهذا الشكل وأضع حبات الجوز على حسب الاختيار، يمكنكم وضع حبة أو حبتين، يبقى لكم الاختيار، كلا على حسب قدرته الشرائية وعلى حسب رغبته. هنا بعدما أتممت التمر، هذه هي الكمية، ثم هنا خواتم الشوكولاتة وضعت عليها الملمع الذهبي بهذا الشكل. هذا هو مول سيليكون، أرجو أن يكون ظاهر، فهو متوفر بالأسواق. الآن سنمر للتشكيل. أخذ السيبور أو القالب الخاص بوضع التمور للحفلات، ثم سأضع بهذا الشكل بشكل مائل حتى أتمم. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة. هنا 5 طوابق، يوجد من يتوفر على طابقين فقط أو طابق على حسب اختيار الأشخاص. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة. هذه هي الطريقة التقليدية التي تزين بها التمور لحفلات الخطوبة أو لحفلات العقد أو ما يسمى بالدفوع في المغرب. ثم في الطابق الأخير سأضع التمور بشكل متزاحم، وهنا أحاول إدخال تمرة في خاتمين، خاتم بالتاج خاص بالعروس، خاتم بالعريس بهذا الشكل. سأحاول قدر الإمكان تثبيته، ووضع التمور في الجوانب لكي لا يقع هكذا. هذا هو الشكل النهائي بعد وضع خواتم الشوكولاتة بهذا الشكل. لكم الاختيار. ثم الآن سنقوم بلفها. أضع البلاستيك، هو يباع خاص بالتغليف، ثم أقوم بلفه بهذه الطريقة، ولكم الاختيار في اللف. ثم وضع هذه البابيون الخاصة بالزينة